الكيكة الترند، الكيكة لارج اللي عاملة قلبان، اللي كله هيتجنن عليها، ودلوقتي بندور عليها في كل مكان مش لاقيينها. هعملها لكم في البيت وبمنتهى السهولة، وهقول لكم رأيي بصراحة إذا كانت فعلا تستاهل التجربة، وإن هي بتطلع زي بره ولا لأ، ونفس الطعم ولا إيه، ولا الطعم مختلف. أهو أنا سيحتها في الميكروويف أهو زي ما انتوا شايفين. وهنا اهو تاني يوم بقى بطلع منها، لاني عملت كميه كبيره وحطيتها في التلاجة، والعيال رايحين جايين عليها. ابني بيسالني، بقوله فعلا تستحق ان الواحد يجربها، تحفه جدا. يلا اعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم بيفرق معانا ويشجعنا ان احنا نكمل. وتعالوا نبدا في الطريقه. بجيب الخلاط، بحط فيه 3 بيضه، ممكن 2 بيضه كبار لو البيض كبير، لكن ده صغير انا حطيت 3، ونص معلقه فانيليا. وبضرب البيض كويس لحد ما لونه يتغير ويبقى هش كده ويبقى فيه فوم كتير. بحط كوباية سكر وبضرب كويس، والسكر لازم يدوب في البيض خالص. وعشان اتأكد ان هو داب زي ما انتوا شايفين، بصوا البيض بقى هش خالص. وبعدين بحط كوباية لبن وبضرب كويس برضو عشان اتأكد ان السكر داب تماما، لازم السكر يدوب كويس. وبعدين بحط معلقتين كاكاو اسباني، كاكاو خام اسباني، ودي بقى اللي بتعمل تيست حلو قوي للكيكه. معلقتين كريمه سايبه، معلقتين كريمه ومعلقه خل عشان تعمل هشاشه اكتر. الكريمه دي بتعمل طعم للكيكه حلوه قوي. ونص كوبايه زيت، وحطيت نص معلقه نسكافيه ساده، نسكافيه ساده عشان خاطر بيخلي تيست الكيك بيبقى حلو. وهو ضربت الخليط كويس، وبعدين بجيب البوله وبنزل فيها الخليط كله. وبعدين دي كوباية دقيق نخلاها 3 مرات، وبحط عليها باكيت بيكنج باودر أي نوع ورشة ملح، وبقلب المواد الجافة كلها، وبعدين بضيف على الخليط. ودي كوباية دقيق واحدة بحطها على مرتين، لأن كل دقيق بيختلف، عشان خاطر لو هتشوف هتاخد الكوباية ولا لأ. حطيتها على مرتين، هي أخدت معايا الكوباية، ممكن انت تاخد معاكي أقل أو أكتر حسب ما تاخد معاكي، لأن كل دقيق بيختلف. وبعدين بجيب صينية أنا دهناها كويس ومغلفاها بالدقيق. دي أكبر صينية في الألمونيوم، يعني مقاس 30. ليه؟ لان انا مش عايزه سمكها يكون منفوخ قوي. خبطتها خبطتين كده عشان اخرج منها اي هواء، وبكون مسخنه الفرن من قبلها على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني على 10 دقائق بالكتير، وبتكون طلعت. طبعا بجربها بالخله بتكون استوت. دي شوكولاته بالحليب وبدون حليب، طبعا اللون باين قدامكم. بقطع اللي هي الغامقه اللي هي من غير حليب اهو، وبحطها في طبق، وبضيف عليها 3 معالق زيت او ربع كوبايه زيت، ومعلقه قشطه، معلقه قشطه من وش اللبن العاديه، معلقه صغيره يعني، وبسيحها على حمام ميه او في الميكروويف. ومعلقه القشطه بتخليها طريه، تتماسك بس طريه ما تبقاش ناشفه. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت صاج كبير عشان اقلب فيه الكيكه واعرف اقطعها. اهو كان فيها بواقي دقيق من تحت اللي انا حطاه في الصينيه، شلته اهو زي ما انتم شايفين. وبجيب قطعه شكل بيضاوي اهو. لو عندك القطاعه دي ماشي، لو مش عندك هقولك تعملي ايه. نفس الشكل اللي احنا بنشتريه من بره، انا بقطع معاكم عشان خاطر اعملها زي بره بالظبط. انت قطعيها اي حاجه، يعني انت حتى لو عندك دايره عادي، انت ما فيش تصوير. حتى لو مش عندك، بصي كوبايه هي بلاستيك انا عاملاها اهو، دايسه عليها وعاملاها الشكل البيضاوي، وممكن بقطع بيها. هي جت على الحرف شويه، بس هي بتعمل نفس الشكل، يعني بتعمل نفس الشكل البيضاوي. او ممكن تقطعي اي شكل. بصوا الشكل طالع بالظبط زي بتاعت بره بالظبط. هقطعها كلها واحطها في صينيه جنبي، وبفرش فيها ورقه زبده عشان خاطر بعد كده لما اشكلها بالشوكولاته، وبعدين احطها في التلاجة واخرجها من التلاجة تكون سهله عليا. خلي بالكم انتوا لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك، تستاهل لايك ولا ايه؟ خلصت كل الكميه اهو تقطيع. وطبعا المقطع في الصاج ده مش هنرميه، مش هنرمي اي حاجه. بصوا انا بعدها لكم اهو، دول 16 واحده، 4 في 4 ب16. ودول اهو 9 غير الحروف، يعني 9 وحدات غير الحروف اللي هي مش طالعة مظبوطة. دي الحروف اهو بوريها لكم. شوفوا بقى 25 وحدة. والمقطع اهو هحطه في طبق، وهعمل فيه زي ما هعمل في التاني. هحط في اطباق بقى على قد ما ياخد. باجي بقى دي الشوكولاته اهي اللي انا حاطه لها معلقه قشطه وربع كوبايه زيت او 3 معالق زيت، وسيحتها على الميكرويف او حمام ميه. دي بتبقى بتتماسك بس طريه، عشان القشطه اللي فيها والزيت تتماسك بس طريه. القشطه ما بانتش، بس انا بقول لك اهو بشرح لك. هغلف كله كده اهو، هحطها في التلاجة عشان تتماسك بس عشان اعرف اشكلها. ودي الصينيه التانية اهو برضو عملتها زي ما عملت اللي فاتت، زي ما انتوا شايفين، وهحطها في التلاجة. ودي بقى الكيكه المتبقيه، هضيف عليها الشوكولاته الغامقه المتبقيه اهو. عارفين الطبق ده
كان تحفة، كان طعمه تحفة، عجب الولاد قوي اهو. وهنا بقى الشوكولاته اللي بالحليب قطعتها نفس الكلام، وهحط عليها 3 معالق زيت او ربع كوبايه زيت بس، واحطها في الميكرويف او على حمام بميه سخنه لحد ما تسيح زي ما انتم شايفين. هنا بقى المفروض ان انت تاخدي الكيكه عشان تعمليها زي بره بالظبط، تغطسيها في الشوكولاته وبعدين تسيبيها تجمد. انا اكتفيت ان انا اعملها كده لان كده اخف واسهل، وبعدين كده كده في الاخر بتحطيها في الميكرويف كله بيسيح على بعضه وبينزل وبتبقى مليانه شوكولاته. فانت براحتك، ليكي حريه الاختيار ان انت تعملي يا اما تغطسيها كلها في الشوكولاته يا اما تعملي زي ما انا ما عملت اهو. شايفين شكلها؟ هحطها بقى في التلاجة يا دوب تجمد، في ثواني بتجمد لان احنا برضو في جو شتاء يعني. وهنا دي عشان كنت حطاها في التلاجة فهتجمد، وانا بعمل فيها بتجمد. الشوكولاته بالحليب ما زودتلهاش غير زيت بس، لكن التانية زودت لها زيت ومعلقه قشطه. وطبعا برضو دي الشوكولاته المتبقيه حطيتها برضو على الكيكه اللي كانت متكسره اهو. واهو بعد ما طلعت شايفين متجمدة وتحفة ازاي. هاخد واحدة وهحطها في طبق واحطها في الميكرويف واوريكم شكلها. بصوا الشوكولاتة كده كده بتسيح وتنزل عليها اهو. بعد ما طلعت اهو شايفين الشوكولاتة كلها نزلت على بعضها، الغامقة بالحليب كله نزل على بعضه زي ما انتم شايفين. بصوا بمجرد ما بقطعها الكيكة هشة جدا، وزي ما انتم شايفين الشكل بالظبط والطعم زي بره بالظبط ويمكن احلى. من غير مبالغه بجد لازم تجربوها. يمكن اكتر حاجه بشجعكم ان انتوا تجربوها اللي هي عامله قلبان، والحته ب10 جنيه. عملت 28 حته بالحتت اللي هي مش مظبوطه اللي هي الحروف دي، 28 حته غير الحتت المتكسره. تحفه جدا، طعمها رائع جدا. العيال هيتهبلوا عليها وما كانوش واثقين ابدا ولا متاكدين ان انا هعملها نفس الطعم. تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.